النهاردة هنعمل مع بعض سلطة الفواكه الشتوية. طبعا معروف ان الشتا كل فاكهته كلها فيها فيتامينات علشان تقوينا على الجو اللي احنا فيه. اول حاجة هنا معايا حبيتين من التفاح، وكمان حبيتين من اليوسفي او البرتقال، وكمان معايا حوالي نص كيلو من الفراولة او الكمية اللي انت حابة تستخدميها، ومعايا حوالي نص كيلو من الموز. هنبتدي نقطع الفراولة التقطيعة المناسبة ليها، طبعا مش هنصغر التقطيعة قوي ولا هنكبرها، هنخليها كده متوسطة كأننا بنقطع السلطة بتاعة الطماطم والخضار. طبعا كلنا عارفين فوائد الفراولة. أول حاجة هي بتمنع مرض الزهايمر لكبار السن، وكمان بتقوي الجهاز المناعي، وده مفيد جدا في أيام الشتاء اللي احنا فيها. وهنا بعد ما خلصت الفراولة طبعا هبتدي أقطع الموز التقطيعة المناسبة ليه، نفس التقطيعة بتاعة الفراولة. وطبعا معروف ان الموز غني جدا بفيتامين 6، وكمان بيساعد على عملية الهضم، وكمان مفيد جدا للأطفال وللكبار للوقاية من مرض فقر الدم. وكمان هنا بعد ما قطعت الموز هروح أقطع التفاح. كلنا عارفين فوائد التفاح ايه هي. التفاح طبعا بيساعد على حرق الدهون في الجسم، وكمان بيساعد على تظبيط السكر في الدم، وكمان بيحتوي على فيتامينات وألياف مفيدة جدا للمعدة. وهنا طبعا فوائد اليوسفي معروفة جدا في الشتاء. أول حاجة بيعزز الجهاز المناعي كويس جدا لاحتوائه على فيتامين سي، ومفيد جدا لصحة القلب والشرايين. وهنا بعد ما خلاص قطعت كل الفاكهة بتاعتي هجيب حوالي 5 معالق من السكر وهنزل بيهم على الفاكهة، وهبتدي أقلب بالمعلقة كويس جدا. طبعا السكر مهم جدا علشان نعمل أحلى سلطة فواكه. أول حاجة كده بعد التقليب لازم نسيب الخلطة دي في التلاجة مش أقل من 3 ساعات. ده ضروري جدا علشان تبتدي الفاكهة تنزل السكريات اللي هي فيها، ويعمل كده ميكس رهيب ما بين الفواكه ببعضها. وكمان لو كان عندك أطفال مش بيحبوا الفواكه، لو احنا عملنا لهم سلطة الفواكه دي هيحبوها جدا وهيبتدوا كمان ياكلوها. وهنا بعد ما قلبت الفواكه كلها مع بعض هبتدي أغطيها بالشكل ده كويس جدا، وهسيبها في التلاجة أو حتى بره التلاجة حوالي 3 ساعات. أنا هنا كانوا أولادي مستعجلين جدا عليها، فما خدتش معايا تقريبا كده ساعة ونص، رحت طلعتها وابتديت طبعا أغرف. طبعا هنا السكريات كده بتاعة الفواكه كلها هتنزل لتحت كده، هتعمل كده طعم رهيب جدا زي ما انتوا شايفين، حتى ان الفاكهة ابتدت تدبل شوية معايا كده، وابتدت تختلط كويس جدا وتنزل نسبة من السوائل. طبعا لو في حد مثلا كبير في السن مش قادر ياكلها، مثلا الفاكهة تقيلة شوية كده على أسنانه، ممكن نضربها له في الخلاط وهتبقى جميلة جدا. وكمان بالنسبة للأطفال اللي هم فوق سن السنة، ممكن كمان بدون إضافة سكر تضربي الفواكه دي في الخلاط كده مع بعض وعليها معلقة من الزبادي، هتبقى جميلة جدا للأطفال. هنا خلاص ابتديت اغرف زي ما انتوا شايفين، الفواكه بقت ميكس كده ما بين بعضها البعض. عايزه اقول لكم فعلا طعمها رهيب جدا. طبعا اضافه السكر ضروري علشان تدينا كده ايه، حلاوه شويه كده للفاكهه، لان الفاكهه كلها لما اتقطعت مع بعض كانت محتاجه شويه سكريات. لكن لو مش حابين تضيفوا السكر ممكن كبديل ليه نستخدم عسل النحل. هنا كمان ممكن تضيفي صوص الشوكولاتة او اي صوصات انت بتحبيها، لكن انا حبيت كده ان احنا ناكلها كده فاكهة لوحدها بدون اي اضافات. وكمان ممكن تضيفي حوالي نص كوباية من اللبن على الفاكهة دي وتتاكل، هتبقى مفيدة جدا جدا على حسب الرغبة. يعني عندنا كذا إضافة زي اللبن أو عسل النحل أو أي صوص من الصوصات الأطفال بيحبوها، سواء شوكولاتة أو توت أو فراولة أو أي صوص انت بتحبيه ممكن تضيفيه. وكمان ممكن نضيف قطع من الشوكولاتة أو البسكوت الأوريو. أتمنى إن الطريقة تكون عجبتكم.